السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الرياضية على قناتكم مع الرياضة. لكن قبل ذلك لا تنسوا عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. عاد صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة السابق مجددا للأجواء الدوري الفرنسي بعد غياب دام 7 سنوات، وانضم أومتيتي صاحب 29 عاما إلى صفوف ليل الفرنسي في صفقة الانتقال الحر، حيث وقع عقدا لمدة موسمين حتى صيف 2025. وأعلن النادي الفرنسي تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي، وسيرتدي المدافع القميص رقم 14، ويعزز صامويل أومتيتي صفوف ليل بالمجان، وذلك بعد فسخ تعاقده مع برشلونة مطلع شهر يوليو الجاري. نادي باريس سان جيرمان يسعى لإيجاد بديل للاعبه الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية فإن النادي الباريسي يخطط للتعاقد مع الدنماركي راسموس هويلاند مهاجم أتلانتا الإيطالي والمطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأضاف التقرير أن سان جيرمان دخل بالفعل في مفاوضات جادة مع أتلانتا من أجل ضم المهاجم الدنماركي الشاب، ويرغب أتلانتا في الحصول على 100 مليون يورو نظير بيع هويلاند البالغ 20 عاما. ويحاول مانشستر يونايتد منذ عدة أسابيع تخفيض المبلغ، لكن دخول النادي الفرنسي في الصفقة من شأنه أن يعيد مفاوضة الشياطين الحمر لنقطة الصفر. وأشار التقرير إلى أن سان جيرمان سيعرض مهاجمه الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي ضمن الصفقة، وهو أمر من شأنه أن يدفع أتلانتا نحو قبول العرض، لأنه لن يجبرهم على البحث في السوق عن مهاجم جديد. وسيتعين على مانشستر يونايتد محاولة تحسين عرضهم إذ أرادوا التفوق على سان جيرمان، خاصة وأن أتلانتا رفض قبول اقتراح استعارة اللاعبان فريد وكرينوود ضمن الصفقة. رسميا النصر السعودي يضم نجم البريمير ليج البرازيلي أليكس تيليس. أعلنت إدارة النصر السعودي التعاقد بشكل رسمي مع النجم البرازيلي أليكس تيليس قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025. وخضع اللاعب البرازيلي لكشف طبي الأول يوم الجمعة الماضي، حيث اجتازه بنجاح ليصبح جاهزا للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر بعد اتفاق إدارة النصر مع اليونايتد على كافة التفاصيل. وسيحصل نادي مانشستر يونايتد على 4 ملايين جنيه استرليني، بينما سيتقاضى أليكس تيليس أجرا سنويا قيمته 7 ملايين دولار بالإضافة للمتغيرات أيضا. كشف تقرير صحفي فرنسي عن رفض اللاعب عثمان ديمبيلي نجم برشلونة عرضا مغريا من النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية فإن النصر السعودي تقدم بعرض مجنون من أجل ديمبيلي لمدة 5 سنوات براتب سنوي بقيمة 40 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن ديمبيلي كان سيحصل على إجمالي 200 مليون يورو بهذا العقد، كما أن النصر كان مستعدا لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الحالي. وأشار التقرير إلى أن ديمبيلي رفض هذا العرض تماما. وأفادت التقارير الإسبانية مؤخرا أن رغبة الفرنسي هي تجديد تعاقده مع البارسا بعدما عرض عليه الأخير تجديد تعاقده حتى 2027. نادي ريال مدريد يتمسك بخطته لضم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، لكنهم ليسوا مستعجلين لضم اللاعب. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي الملكي مستعد تماما للانتظار لعام كامل للتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر. أضافت الصحيفة رغم أن قرار استبعاد مبابي من الجولة الصيفية الآسيوية لباريس سان جيرمان كان صادما لإدارة ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني يرى أن موقفه قوي. وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد
لا يريد إقحام نفسه في الصراع الدائر حاليا بين كيليان مبابي والنادي الفرنسي. وأكدت أيضا أن ريال مدريد لا ينوي تغيير خططه وهدفه، وهو التعاقد مع مبابي مجانا في صيف 2024 رغم تحقيق العملاق المدريدي أرباحا كبيرة بانتهاء الموسم الماضي. ونقلت الصحيفة تصريحات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه جاهز للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، معتمدا على رأس حربة واحد خوسيه لوماتو المنضم حديثا هذا الصيف. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة.